السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر في يوم جديد بفيديو جديد من مشاهد الحياة. هتكلم مع حضراتكم النهارده في الفيديو ده عن احجام الانسجة المتوفرة عندنا هنا في المشتل. الانسجة اللي بتتوفر عندنا هنا في المشتل في صورة حجمين. اول حجم عندنا اللي هو مريش في اكياس، تاني حجم اللي هو مريش حجم اكبر بس في اصغر. هنتنقل دلوقتي ونشوف اول حجم عندنا اللي هو المريش في اكياس. كده نكون اتنقلنا مع حضراتكم لاول حجم متوفر معانا النهارده في المشتل اللي هو المريش في اكياس. زي ما حضراتكم شايفين المريش في اكياس بيبقى مكون مجموع خضري كويس، كذلك بيبقى مكون محتوى جذري في قلب الكيس قوي جدا يؤهله اللي هو يتزرع في اي وقت في السنه. طبعا زي ما قلنا الانسجه بيبقى نسبه الفقد فيها منعدمه. وكده نكون ورينا لحضراتكم اول حجم متوفر معانا النهارده. هنتنقل للحجم الثاني سوا، وبكده نكون اتنقلنا مع حضراتكم للحجم الثاني في فيديو النهارده اللي هو المريش حجم كبير. زي ما حضراتكم شايفين هو بيبقى مكون مجموع خضري مقارنه بالحجم الاولاني، فهو مكون مجموع خضري كبير واحسن منه، كذلك بيبقى مكون مجموع جذري قوي. مجموع الجذر هنا طبعا بيبقى اقوى واكبر من المجموع الجذري في الحجم الاولاني. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان ده كان في كيس بيبقى المجموع الجذري بتاعه محكوم، هنا اتنقل في قصريه فالمجموع الجذري خب راحه فكبر اكتر. كده هنكون ورينا لحضراتكم الاحجام المتوفره عندنا هنا في المشتل من الانسجه. ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم معاكم عن انواع النخيل المتوفره عندنا هنا في المشتل. في اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا مشاركه الفيديو عشان يوصل لعدد اكتر من الناس ويستفادوا زي ما حضراتكم استفدتم. كان معكم المهندس مصطفى السيد بكر من مشاهد الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.